السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بيكم معانا النهاردة. هنتكلم عن أغنية تامر حسني الجديدة حلال فيك، اللي عاملة ضجة كبيرة الفترة دي. معانا تحليل للأغنية نفسها، كلامها، المزيكا، وكمان دورها في الفيلم الجديد ريستارت. عايزين نفهم سوا ليه الأغنية دي عملت كل الصدى ده. يلا بينا نبدأ بالمزيكا. حساها مختلفة المرة دي عن شغل تامر المعتاد، إيه رأيك؟ فعلا مختلفة. توزيع أحمد عبد السلام بصراحة في شغل حلو قوي. هو عامل خلطة كده بين الشعبي اللي الناس بترقص عليه والرومانسي، وكمان حتة دراما قوية. والحلو كمان إنه مستخدم إيقاعات شرق أوسطية واضحة زي المزمار مثلا. ده ربط الأغنية قوي بالفيلم بالجو بتاعه. ده يعتبر تطوير عن اللي كان بيقدمه قبل كده؟ أكيد أكيد. فكرة إنه يمزج بين الأوتار الكلاسيكية الدافية دي وبين المزيكا الإلكترونية الحديثة، وكمان تركيزه على الطبلة، ده زود الدراما قوي في الأغنية. عمل حالة خاصة كده. وصوت تامر نفسه أنا كمان حسيت فيه فرق، في نضج يمكن. بالظبط، هو ده. الأداء الصوتي بتاعه فيه تطور واضح قوي. بيبدأ كده بنبرة حزينة شوية فيها شجن، وبعدين بتتحول، فاهم قصدي، لقوة وإصرار. بتظهر قوي في الحتت اللي بيأكد فيها على فكرة الحلال دي. وبيستخدم بقى تكنيكات صوتية زي الهاف فويس، اللي هو الصوت الهادي ده، وبعدين فجأة يعلى بصوته قوي. فالتباين ده مؤثر جدا. نروح بقى للكلام. كلمات أحمد الملكي دايما كلامه مباشر كده وبيلمس، صح؟ قوي. هو أسلوبه كده درامي ومباشر، وبيستخدم تشبيهات الناس عارفاها من حياتها اليومية، زي الخشب حجزنا في دمياط. دي قربت الأغنية من الناس أكتر وربطتها بالفيلم. والمضمون نفسه، اللي هو تحدي إن الواحد يحافظ على العلاقة بشكل صح بالحلال، حتى لو الظروف صعبة أو في خيانة مثلا. الجملة اللي هي مهما الظروف اتغيرت أنا حلال فيك، دي لخصت الموضوع كله تقريبا. بس استنى، في برضو الحتة التانية بتاعت حلال فيك اللي ليها معنى مختلف خالص، مش كده؟ ايوه بالظبط. وهي دي بقى ممكن نقول عليها ضربة معلم في الكلمات. عشان جنب المعنى الأولاني بتاع الحب الحلال والتمسك بيه، بيجي المقطع التاني اللي بيقول بوضوح حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله. هنا المعنى اتقلب تماما. بقى معناه إنك تستاهل اللي يجرالك تماما، اللي هو جزاء مستحق. المعنى المزدوج ده أصلا هو اللي خلى الأغنية تنتشر أكتر وتعمل الجدل ده كله. قوي فعلا. والكلام ده مش مجرد كلام في أغنية وخلاص، ده ليه دور مهم جوه الفيلم نفسه، ريستارت. طبعا طبعا. الأغنية بتيجي في مشهد محوري قوي. البطل اللي هو تامر بيكون مزنوق ماديا جدا عشان يتجوز البنت اللي بيحبها، اللي هي هنا الزاهد، لكنه بيرفض أي طريق شمال، أي حاجة مش حلال. فالأغنية هنا بتوضح قوي الصراع اللي جواه، حبه ليها وفي نفس الوقت رفضه التام لأي حاجة غلط، زي فكرة الزواج الرقمي المزيف دي. فهمتك. وحتى الإخراج في المشهد استخدم الألوان عشان تخدم الفكرة دي. الألوان دافية وصافية للحلال، وضلمة وبهتان للحاجات التانية. شغل حلو بصراحة. إيدي بقى للنقطة المهمة قوي، رد فعل الناس. أنا فاكرة أرقام المشاهدات كانت خرافية. كانت مرعبة فعلا. الأغنية جابت 2 مليون مشاهدة على يوتيوب في حوالي 12 ساعة بس، وعلى تيك توك اتعمل عليها فوق 100 ألف فيديو في يوم. دي أرقام مش طبيعية. جنان. بس الأهم من الأرقام هو ليه الأغنية لمست الناس دي كلها. كتير من الشباب مش بس في مصر حسوا إنها بتتكلم عنهم، عن المعاناة بين الحب والظروف الصعبة والغلاء، لدرجة إن في ناس سمتها نشيد الجيل. ياه، للدرجة دي؟ والله. وحتى الفنانين نفسهم اتفاعلوا معاها. رامي جمال أشاد بصوت تامر وأداؤه، ومحمد ثروت عجبته الفكرة والمضمون، والنقاد كمان اتكلموا فيها كتير، وقارنوها طبعا بأغنية تامر القديمة هتجوزك بتاعت فيلم بحبك، عشان نفس فكرة الحلال والزواج. بس معظمهم شاف إن حلال فيك أعمق وأنضج بكتير، كلام ولحن وأداء. بس أكيد كان في أي انتقادات ولا كله كان إشادة؟ لا، هو طبيعي يبقى فيه ملاحظات. بعض النقاد قالوا إن اللحن كان محتاج تطوير أكتر عشان ما يبقاش شبه هتجوزك قوي، وإن التوزيع كان عالي شوية في بعض الحتت، ممكن يكون طغى شوية على الصوت. منطقي. بس بصراحة الإشادات كانت أكتر بكتير. مواقع فنية زي فوشيا أشادت بفكرة الدمج بين التراث والحداثة، وموقع زي مصر تلغراف قال إنها ممكن تكون أقوى أغنية في الألبوم كله، لأنها صادقة قوي.
يعني نقدر نقول إن الأغنية دي سابت بصمة فعلا، مش مجرد نجاح وخلاص. لا طبعا مش نجاح وخلاص، دي ساهمت بشكل أساسي في نجاح الفيلم نفسه، واتصدرت كل حتة تقريبا. أنغامي مثلا جابت 5 مليون استماع في أول يوم، وفضلت ترند على تويتر فترة. بس الأثر الأهم في رأيي إنها قدرت تاخد كلمة زي الحلال، اللي ممكن تبان كلمة تقليدية أو دينية بحتة، وتحولها لرمز، رمز للمقاومة الأخلاقية في زمن كل حاجة فيه بقت صعبة ومادية. كأنها بتقول إن لسه في أمل في الصح يعني؟ بالظبط. إن الواحد يتمسك بالصح والمشروع حتى لو هو الطريق الأصعب، ورجعت تحيي تاني فكرة الحب الحلال دي في الفن المعاصر بس بشكل مختلف وجديد. يبقى السؤال الأخير بقى، كل ده بيقول لنا إيه؟ واضح إن الأغنية دي أكتر بكتير من مجرد أغنية نجحت. دي كأنها مراية لصراع قيم بنعيشه كلنا في مجتمعاتنا دلوقتي، وعلامة مهمة في مشوار تامر حسني وفي الأغنية العربية عموماً. والنقطة بقى اللي ممكن نسيب الناس تفكر فيها هي فكرة الازدواجية اللي في رسالة الأغنية دي. إزاي الأغنية في نفس الوقت بتدعو للتمسك بالمبادئ، بالحلال زي ما بنقول، وفي نفس الوقت بتيجي في حتة تانية وتقول حلال فيك اللي هتشوفه، اللي هو معنى الانتقام أو الشماتة أو العدل المستحق. صح. التوازن الغريب ده بين الرغبة في الحفاظ على الصح وبين مشاعر تانية زي الغضب أو الرغبة في إن التاني ياخد جزاؤه، ده ممكن يكون بيعكس إيه عننا وعن نظرتنا للعلاقات وللعدل في زماننا ده؟ سؤال مهم ومحتاج تفكير فعلا.